يا جماعة محدش يتوقع يعني. يا جماعة سبولي الطحاوي. أقول أنا ازاي دلوقتي معاكم حسين من قناة ولد الطحاوي وهي مستخبية كده؟ هي باينة ولا لأ؟ يعني ماشي، ما علينا. النهاردة هنكمل بقية قصة ليجاسي، بس هنجيبها من الأول بقى عشان ده كان تيست. والصراحة فريد عمل أداء كام أنت عظيمة فريد بجد. يعني أنا مش عارف أنا إيه الحظ ده. أنا بقالي 5 سنين على اليوتيوب وما عملتش اللي فريد عمله ده. ما علينا. الحلقة دي شديد بقى، الحلقة اللي جاية متقلقوش ماشي، أنا حسين عادي. أوكي، و يلا بينا. بصراحة مش عارف أعمل إيه تاني، حاسس إن أنا عملت كل حاجة أقدر أعملها. عملت الفعل، مستني رد الفعل عشان أعرف أنا ناوي على إيه. مش عارف الفنيين لما بيوصلوا للمرحلة دي بيعملوا إيه بعد كده. يعني ليجاسي بعد ما قال افتكريني لما الليل يليل وأنا ماشي لوحدي في الشارع بشكيله حال 2 بالليل، وتقريبا مش ده بالظبط. ولو لقيتنا بعد جاي نقابل واحد فيهم وأنا إيدي اللي بعيد عن إيدي، وخد سيرة أنا مش ناقص عشان اللي أنا فيه ده كفاية. مش عارف إيه كل اللي أحتاجه مش محتاجه، كده ما بقتش بفهمني. يمكن عشان عمري ما لقيت الحل عندي، وتقريبا تفتكري في الغاوي اللي كان بايظ. بس لو عايزة تمشي ما تجيش في الوقت الضايع. وعمل ايه بعد كده؟ رجعوا كلموا بعض ولا لا؟ وليه ما راحش يتقدم لها مثلا؟ وليه ما بطلش الكلام عنها؟ او كان يشوف واحدة تانية حتى يكمل معاها حياته وخلاص، طالما دي مش هترجع له. فاهم؟ مش عارف. طالما في ايده يعمل حاجة وما عملهاش ما خلاص يسيبها، طالما هو عايز كده. اكيد هو عمل حاجة ما عرفهاش لحد. صح، برضو عايز اعرف هو لما كلام ليجاسي بيوصل للي قاصد يوصل لها الكلام ده وبتفهم كل كلمة قصده بيها ايه بنسبة 95% مثلا. عشان انا بقول الكلام ده برضو محدش يعرفه غير انا وهي من احداث وكلام اتقال. هي بتعمل ايه بقى؟ دي برضو حاجة معرفهاش. في اسئلة كتير اوي محيراني زي ما كان محيرني جمالها. كان فمن هنا قررت اشوف ليجي عمل ايه في قصته. وعايز تيجي بقى تشوف معايا؟ تعالى ونبدأ بأول تراك. تقريبا دي بداية القصة اللي أنا عايزها ماشي. يعني أنا عايز أبدأ من هنا. ليه بقى؟ عشان ليجي هنا كان شبه مكتئب، بس الاكتئاب ده قلب معاه بغضب وإن مفيش حد فارق له. فبيقول لك الجو كاتمة مش مساعد، لسه ما نمتش من امبارح ومفيش شيء فارق. تقريبا هو كاتمة عشان مفيش تكييف، بس عادي يا عم عادي. بيشبه ده بده، اوكي مش مشكلة. بعدين مكسل انه ينزل او يكتب ستيتس على الواتساب، ممكن دي مشكلة داتا بس ماشي. ملوش حق انه يسأل. زمان كان واحد دلوقتي بقى اتنين. من غير ليه؟ 2 بالليل ما جاتش لسه بدري عشان كانت الساعة 10 ممكن. ماشي ماشي معايا اوكي. امسك 2 بالليل ما جاتش لسه بدري. يعني هو كاتب 2 بالليل بس لسه ما جاش الوقت المناسب ليها. وفي كل تراكاته بيقول لك 2 بالليل، فالساعة دي بالذات فيها حاجة معينة لازم الفنان يوضحها لنا. انت فين انت فين، انا عايزك في حوار صاحبي، انا في البيت بسجل عادي. بار اللي بعده ممكن ابقى اخد منك معاك، صعب جدا بحوار مش فاضي انا مضطر استنى. واللي بعده زي الشعبولة من اول يناير. واللي بعده بيرمي برضه على فكرة انه مكتئب وعايز يعمل حاجة توصل اللي هو بيمر بيه ده، وانه ما بقاش فارق مع حد ماشي. وبينضف حياته وبيمسح الشات ورقمها. مش اسف ده قاصد. متفق على صفقة مراهن. دي هتعرف انه تقريبا كان بيكلم موسى سام لما جاب سيرته في تراك ماستر بيس. موسى سام صيدلي او دكتور مش عارف والله، بس هو حاجة في الطب فاهم. يعني كل حاجة اظن واضحة. يعني احنا بنتكلم عن ليس اللي هو اسهل واحد. مش قصدي نقلل منه والله، لا ده بالعكس دي حاجة جامدة انه اكتر واحد واضح في السين وسالك وزي الفل 100 تمام. كده تقريبا خلصنا تراك تمويه، تراك خفيف ما فيهوش حاجات كتير عشان لسه بقول لك في بداية المرحلة بتاعت اللي هو
مش عارف والله مرحلة ايه، بس يعني ايه هيبدأ بقى من هنا. نيجي بقى 2 بالليل بقى، التراك اللي احنا قاعدين مستنيينه من التراك اللي فات اللي هو التمويه، فالمفروض ده التراك المنتظر اللي المفروض هيتكلمنا عنها في التراك كله. ماشي، تيجي نشوف، يلا بينا. في الاول كده بيقول لك انا مع نفسي بتشاور بتكلم في دماغي بحاول افتكر ملامحك سبتيلي كم ذكرى وارده فين جنبك لما الدنيا بقت دي كنت بسمعك بتقولي ما تخافش انا جنبك. ماشي، يعني بالبلدي كده بيقول انه دلوقتي بيفكر فيها وفي ملامحها وهي فين دلوقتي. كانت بتقول ما تخافش انا جنبك لما الدنيا كانت بتضيق معايا، معاه هو مش معايا انا. ماشي. انا برضو الدنيا كانت بتضيق معايا بس مش هنتكلم في الماضي. المهم بعد كده بيقول اكيد لسه فاكرك نسيانك مش سهل، وده معناه انه كان بيصبر نفسه انه نسيها لما مسح الشات والرقم وما كانش اسف، كان قاصد. في التراك اللي قبله ماشي بدور على اللي بيا في خيالي ماشيني وانا لسه في مكاني. يعني هو سرح وبيدور على اللي فيه في خياله، وخياله ممشيه اللي هو سارح بيه، وهو اصلا كل ده في مكانه. بس هنا قالها بصياعة حتة كده من اللي يجي ايه، فاهم، بيوريك بيه حركاته. ماشي، مشاكلي دوامة دي مصرة تبلع حياتي، والوقت بيفوت والدنيا بتلف ويلف وياه بدون داعي. هنا انا هسوء الظن بيها واخمس كمان يعني، عشان تقريبا اللي انا فهمته ان هو في مشاكل كتير في حياته الفترة دي، والفترة دي بقى اربط معاه كده بتاعت تقريبا هي دي الفترة اللي كان بيتكلم فيها في تراك اقول ايه هو في مشاكل وهي ما راعتش الكلام ده. في شغل مبذول والله في الكتابة يا جدعان يا جدعان. اعمل ايه في البط ده، صوته طالع باين قوي يعني، استغفر الله العظيم. ماشي، فهو كان في مشاكل كتير في حياته في الفترة دي، وهي كانت بتحط عليه مشاكل زيادة، والدنيا برضو بعد ما كانت ضيقة بيه في الأول بقت بتلف بيه كمان، اللي هو يعني جايباه رايح جاي من اليمين للشمال من فوق لتحت، الدنيا مراجيح وهو مش راضي يعمل حاجة، فبيلف معاه وخلاص عشان راجل محترم. حد خد باله بقى إن هو بيقول وأنا ماشي لوحدي في الشارع بشكيله حالة 2 بالليل، وهو اصلا قدام كان قايل ماشي بدور على اللي بيا وخيالي ماشيني وانا لسه في مكاني. يعني ايه بقى الكلام ده يا معلم؟ يعني هو اصلا كليب ده ماشي بيدور على اللي بيه وخياله ماشيه، وفي الحقيقة هو مش ماشي في الشارع بجد. وهنا التويست بقى، فكرة وصلت ولا وضح اكتر، ولا انت معاه على الخط، معاه على نفس البيت؟ حاسك على بيت مختلف اقسم بالله. اتمنى تكون خلاص كده وصلت. ماشي، نخش على اللي بعده. فاكر كل حاجة ومش بنسى، انا عيني بتصور المشهد، الوحدة خلتنا بقى أسوأ، شفت حياتي من غيرك قلبي أسود. طبعا زيرو تيمبو وزيرو تلحين، انا اسف. بص مبدئيا اللي انا استنتجته ان في مشهد سابوا بعض فيه كده لقطة يعني او خناقة، فهو فاكر كل حاجة فيه وعينه بتصورها له. هو العين صعب، المخ هو اللي بيصور، بس يعني خلينا ماشيين في الاحداث. من ساعة بقى ما صاحبه كلمه وقال له انت فين انا عايزك في حوار، راح ليه جاي له صاحبي انا في البيت بسجل، ممكن ابقى اخد منك ميعاد، صعب جدا تحور انا مضطر استنزل، اللي هو مش فاضي انزل وكده يعني، فبقى وحيد. والوحدة دي خلته يبان وحش. ماشي، ولما كان وحش بقى الاسود لايق عليه، دي باينة مش محتاجة تحليل قوي يعني، بس انا قلت حركة جدعانة معاك كده. بعد كده حالي مش زي ما سبتك متعلق بحبالك الدايبة، كنت حلم بالنسبة لي مش زي ما انت كنت شايفة. فهنا هنكتشف او انا اكتشفت يعني خلاص ان هو كان حاسس انه وحيد فترة وهو معاها اصلا يعني. ماشي، فالوحدة في الفترة دي خليته يبقى أسوأ. فاهم حاجة؟ يعني هو كان حاسس انه وحيد وهو معاها، فبان انه وحش قدام، فهي شافته لا يابا خلاص يابا اتكل على الله انت بقيت وحش. يا زميلي يا زميلي، في ايه يا زميلي؟ اصحى للكلام يا زميلي، هنا في كلام بيتقال مش هتسمعه عند حد. اقسم بالله انا لو لقيت الكلام ده عند حد ما كنتش طلعت قلته. فاهم؟ نكمل. فهي لما شافت منه السوء ده
مش السوء ده، انه وحش على اساس ده كانت الفتره دي وحشه معاهم، ما بينهم كان في خناقات برضه ومشاكل ونكد وكده، فطبيعي اي انسان انه يزهق ويتعب من الفتره دي. فلما سابها ما بقاش متعلق بيها مع انها كانت حلم. انت فاهم الفكره في ايه ولا انت كده تهت ولا ايه؟ طب تمام، شكلي توه. بص يا زميلي، فصصها لك واحده واحده. هي شافته اسوء، راحت سايباه، فبقى اسوء من الاسوء اللي هو كان فيه بسبب انه حاسس انه وحيد. هو دلوقتي بقى وحيد خلاص فعليا، ماشي؟ بس كده، انا مش عارف ابسطها لك اكتر من كده. ايه اللي بعده؟ بقى مغيب، ما بقاش شايفها، مفيش منه فايدة، حاسس انها لسه هنا بس بين وشوش الناس دي تايهة. هنا اللي انا استنتجته ان هو بيقول لها انت كنت شايفاني غلط، ودي هتأكد على الفكرة اللي قبلها على طول بتاعت انه كان مكتئب بس شوية، او حاسس انه مكتئب، فهي شافته غلط. شفت بقى اقفش يا معلم. قال لها كنت شايفاني غلط، فانا بقى مش شايفك اصلا. واحده بواحده بقى، يلا اديله يا معلم، اديله يا فنان. كده 2-1 للفنان، ماشي؟ مع انه حاسس انها تايهه من كلام الناس اللي بتقوله، يعني تقريبا الله اعلم. كان في ناس بتقول يا بنتي سيبيه بقى، ده ضايع، ده ملوش مستقبل، ده مش عارف ايه. انا اسف والله برضه ان انا بقول الكلام، لازم انزل تنويه كده قبل الفيديو. انا بقول كلام من وحي الخيال، اللي عند اي حد بقى يعمله. انا اسف بس يعني انا شايف وجهة نظر، ماشي؟ فبقولها. فلو لبست صح انا هزعل، والفنان هيزعل، والجمهور هيبقى المفروض عارف حاجة. مش كل الناس تقدر تحلل الكلام ده برضو، هتحس ان انا بشكر في نفسي. بص يا اسطى، نفس برضو اعتبر الكلام ده كان بيحصل لي انا، ماشي؟ وانا طالع احكولك بقى في تراك، ماشي؟ حلو كده، ده التنويه اللي هينزل ان شاء الله. خلصانه؟ يلا بينا نكمل. فالست ما كانتش عارفه تعمل ايه من كلام الناس اللي عمالين يقولوه ده، ماشي؟ وهو هنا رمى على وشوشهم. ما تسالنيش رمى ايه على وشوشهم، عشان انت كده you don't have the right to call yourself a west coast gangster، عشان انت ما عشتش اللي هو عاشه. فانت بتعمل حاجه اسمها culture appropriation. فهو يبص لك يقول لك ايه؟ انت مش حقيقي يا برو، انت نسيت بقية الكلام. ما علينا، المهم الفكرة وصلت يا اسطى، ماشي؟ من الآخر. فبعد كده بيقول لها ما انا حالي زي حالي، كسرت حسابي ده. بلاش اغني دلوقتي عشان أنا لسه صاحي، وزوري وحنجرتي لسه ما وصلوش الليفل اللي فيه اوتو تيون ده، ماشي؟ فخليني اتكلم عادي واحط لك الاغنيه كده كده، يعني انت ماشي معايا من اول الفيديو. ما انا حالي زي حالي، كسرت حسابي من بعد ما انت مشيتي وسبتيني وغيرت عنواني. امسك. اللي استنتجته ان هو بيقول لها ان انا زيك على فكره، واتكسرت حيطاني دابت. ممكن يكون قصده على بيت كان بنيه وانه باظ لما هي مشيت. وركز بقى هنا على دي، عشان مشيت وسابته وغيرت عنوان. يعني هو كان شاريها، بس هي لما لقيته في حاله الوحده اللي هي الاولانيه خالص دي، ساعه ما قلنا الوحده خليته اسوء ومش عارف ايه، سابته ومشيت وغيرت عنوان. وده بقى اللي بيبوظ الدنيا. واسألني انا، انك في وقت ما تبقى محتاجها تلاقيها مشيت واختفت. عامة الولاد والبنات بيعملوا كده، مش البنات بس او الولاد بس، للناس اللي اهو مثل حي اهو بيقول لك مشيت وغيرت عنوانها كمان، يعني فاهم؟ مش اختفت وعملت جوستنج وهبقت وخلاص، لا دي غيرت عنوانها كمان. الحتة اللي بعد كده بيقول بقى كل الكلام اللي كان نفسه يقوله بس ما لحقش. يعني الاول كان نفسه في دقيقه يحاول يتكلم يشرح ويحكي لها، بس كان نفسه الدقيقه دي تيجي وهو سكران، عشان لو وعي اللي بيقوله مش هيقوله، عشان صعب عليه. وهنا عامة أنا فاهمه. وطبعا الفنان مش بيسكر عشان هو راجل أخلاق، بس هو قصده إن في كلام أنت مش لازم تقوله أو مش عايز تقوله. زي مثلا واحد جدع، فمش هيمشي في الشارع يقول سلام عليكم أنا جدع على فكرة، سلام عليكم أنا جدع على فكرة، كابتن اللي هناك أنا جدع على فكرة، فاهم؟ فهو مش هيفضل يعمل كده. غير بقى لو محمد رمضان، لا دي فيه كلام تاني. ده محمد رمضان يقول انا جدع، انا نمبر 1، انا شبح، انا مافيا، انا الاسد، فبراحته يعني. ده محمد رمضان، ده حالة خاصة. بس مشكلتنا دلوقتي مش محمد رمضان، المشكلة ان في كلام مش ايه هقول لك يا عم. شفت امير عيد لما قال في كلام جوايا لسه ما اتشرح؟
كان نفسي اقوله بس الوقت ما سمح. انا غنيت لامير عيد عشان هو ما شاء الله مش محتاج اوتوتيون، ماشي، فعادي يعني نفس طبقة الصوت دلوقتي. كمان شويه لما زوري يفك مش هعرف اجيب طبقة صوته دي. فهي نفس الفكره كده، كلنا بيبقى فينا كلام عايزين نقوله بس ما ينفعش يتقال، عشان لو اتقال امتى هتقل يعني، فاهم؟ وده يعتمد على الشخص التاني في الفهم، او تلعبها صح وتروح تقول لحد تالت، والحد التالت ده انت متأكد انه هيوصل الكلام، فدي انت كده خلاص بوم عديت يا معلم، انت كده وصلت الحمد لله. ما علينا، خلينا في ليجاسي. الوقت اتأخر، ما تطلبيش اني انسى اللي بينا لاني صعب جدا، مش هقدر قوليلي ازاي انساكي وانا عليكي. بسأل اللي كل ثانية 100 مرة، كان نفسي اكون أوي بس صعب جدا بعد ما جوايا اتكسر. كنت اتمنى نتقابل بس في ظروف تكون افضل، تتر النهاية بينزل ولسه على بالي اني بدور وانا ماشي لوحدي في الشارع. هنا هو بيبعت لها رسالة بقى في التراك وبيقول لها فعلا الوقت اتأخر عشان الساعة 2 بالليل وكده. يت ما علينا. مش عارف ايه اللي انا عملته ده بصراحة، بس يعني حتة ارتجالة كده مش في وقتها خالص. وما تطلبيش انه ينسى اللي بينكم لان صعب جدا مش هيقدر، اللي هو يعني الفترة دي كلها ومش عارف ايه وكده. تقريبا قالت له انساني بقى واكيد هتلاقي احسن مني، فهو قال لها عايزاني انساكي هنا عليكي بعد ما كنت بسأل الليل كل ثانية 100 مرة تيجي تقولي لي انساني. اللي هو تقريبا يعني كان بيدعي لها قيام الليل انها تبقى من نصيبه، فبيسأل كل ثانية 100 مرة كان نفسي يكون أوي. دي تقريبا يعني على حسب ما انا استنتجت انه مش ضعيف في القوة، هو ضعيف في الفلوس. ما كانش لسه اتشهر ساعتها، ما كانش حد يعرف مين ليجاسي، ماشي. وهنا لا خلاص مش هبرر خلاص يا اسطى. انت لو عايزني ابرر بعد كل ده فانت كده غبي لا مؤاخذة، وانت مش غبي، انت اجمد واحد عشان عرفت حد زي او بتسمع الكلام من حد واحد بيقول زي كده. نكمل. يعني اشكال القوة ممكن الواحد يبقى قوي بعلاقاته، ممكن الواحد يبقى قوي بفلوسه، ممكن يبقى قوي بجسمه، مش شرط يبقى قوي بمعنى قوي بالجسم يعني، بس اللي هو يقدر يشيل 90 كيلو. ايه يا اسطى انت مش هالك يا اسطى، فاهم؟ مش بيج رامي عشان تشيل 90 كيلو. فهو هنا بنسبة 90% عشان لسه قايلين 90 كيلو، انه كان ضعيف في الفلوس. انا عارف انا بقول لك ايه، هي المشكلة معاه كانت في الفلوس، ماشي، كانت مقصرة معاه، بس حتى هو بيقول كان نفسي نتقابل بس الظروف تكون احسن. فهنا بقى احنا عارفين ان الظروف بتتقال على الفلوس كده كده. كان معلش عندي ظرف او محتاج ظرف فبيديك الفلوس في ظرف. ايه الظرف ده؟ ايه الظرف ده؟ ما تقطعش يا اسطى، يا اسطى. بص. بيوقع فريمات طول ما هو ماشي يوقع فريمات. فزي ما قلت لك ليجي ما كانش لسه اتشهر ومسك فلوس، فكان ساعتها زي اي شاب عادي زيي وزيك، معناش نحب ونتجوز والكلام ده. تتر النهاية بينزل ولسه على اللي باقي مني بدور. يعني هو شايف ان القصة دي خلاص بتخلص وفي اخرها، مع انه لسه بيدور على باقي القصة، بس تراك هو اللي خلص للاسف. نيجي الماستر بيس ده باختصار شديد. ليجي خلاص قفل بقى القصة دي والتتر نزل والحوار ده اتقفل، فقال لك بس اشوف بقى الاخصام والاعداء والطش فيهم بقى عشان ما بقاش فارق لي حد، واديني بضيع وقت وبعمل حاجه انا بحبها وخلاص وبس. بما اني طولت عليك فكفايه لحد هنا، ولو عايز تعرف بقيه القصه والتتر والكلام ده اكتب لي في الكومنتات تحت وممكن نكمل لحد ارميني وبانسيني يعني هي قصة ليجاسي أنا مش عارف مطولة أوي كده ليه، ولا هو في كذا واحدة، يعني واحدة بتاعت 2 بالليل، واحدة مفيش مانع، واحدة مش عارف والله، بس هنكتشف مع بعض. ممكن أسمي السلسلة دي نكتشف الغامض والمثير، يعني ما عنديش مشكلة أكمل لحد آخر تراك الفنان منزله يعني، ماشي. أنا نفسي طويل عادي، بس هل أنت نفسك طويل بقى تنزل تحت تاخد غطس كده تعمل لايك وشير وسبسكرايب؟ هنشوف. مستنيك او اراهنك بقى. يلا يا عم وبس. يلا جود باي.